مقاطع وقصص واغاني ومشاهد من اعمال. شو بتروح بتقلي على ما بدنا نذكر اسماء لحتى ما نعمل مقارنه، نكون فيها عم نقلل من شيء مشتغلينه يعني زملاء لنا. من اكثر الاعمال اللي عاشت لليوم بالدراما هي الاعمال 6 نجوم اليوم مقاطع هي الاكثر رواجا على كل السوشيال ميديا. اذا بدك تجي تشوف كوميديا كانت صادقه، كانت حقيقيه، وبعرف انه واجهت بتجاربك الاولى قراءه نقديه يعني اصطفافيه. انا فيني اقول انه يعني فيها تعجل، فيها هجوم. كيف قدرت؟ وهي نقطة أنا برأيي كتير مهمة. شاب متحمس قدم اقتراحات جريئة، فجأة جوبه ببعض خلينا نقول التحديات. كيف قدرت تتجاوز هذا الهجوم؟ عادة هذا الهجوم بيترك عند الشاب ببدايات تجربته، عند الفنان بكثير من الأحيان قد يكون مؤذي جدا. كيف هذا الهجوم لم يعطل مشوارك ولم يعطل طموحك؟ ومنين امتلكت القدرة على أنك تفهمه أنه هجوم غير شرعي؟ أول شيء شكرا أنك قلت لي هذا الكلام، لأنه مرتبط بشيء هلا بدي أحكي. هذا خلاني أقوى ب1000 مرة. لا، أثر علي كتير بوقتها، أحبطنا جدا. أنا إذا بتتذكر، أنا في مرة من المرات جيت قلت لك ما بدي أشتغل عائلة 7 نجوم، ما بدي أشتغلوا. قلت لي ليش؟ قلت لك لنشوف الناس كيف عم تقلنا بعائلة 6 نجوم. أنا طلع لي مرة واحد قال لي شو يعني إنك هيك ترفع رجلك وتطن الجرس برجلك؟ يعني هاي كوميديا مثلا؟ شو فكرنا عم نضحك؟ قلت له والله غيرك عم يضحك. قال لي إيه بس هذا أسخف أنواع الكوميديا. قلت له شكرا، هذا رأيك. تحدي منين جبته؟ تعلمت إلا الشيء اللي أنا بشوفه منطقي موضوعي، يعني بسمع ملاحظة، وجهة نظر فيها شيء منطقي. أما حدا عم يعمل لي نقد فقط لمجرد أنه يكسر مقاديفي أو أنه يسخف عمل في جهد ناس بالكامل، ما بوقف عنده. لليوم أنت اللي كان بهداك الوقت أسهل ب1000 مرة، ما كان في سوشيال ميديا وقتها. لليوم اللي كان وقتها أسهل ب1000 مرة من اللي هلأ. تطلع اليوم أنت على أي صفحة بتلاقي حسابات فيك وحسابات مو فيك، وناس عم تشتم وتسب وتسخف وتبخس بجهد ناس وبجهدك وبجهد غيرك. تعلمت إني ولا التفت، ماشي أخذ خطي، عم بشتغل في شيء أنا مقتنع فيه بيتحقق. بس هذا بده قوة، مو بده قوة بس. وأنا شخص قوي جدا. فكرت شي مرة منين مصادر قوتك هي لأنك تحكي داخلية؟ مصادر قوتي، ومصادر قوتي إني أنا مريت بصعوبات كتير. ما كانت يعني حياتي ما كانت سهلة، كان فيها كتير من التحديات، برغم أني أنا بعائلة مثقفة وبعائلة، بس أنا ما كان عندي، أنا حياتي ما كانت سهلة. أنا كنت اختار شكل الحياة الصعب، ومختار التحدي دائما بإني أنا أعمل شيء أنا مقتنع فيه، وكملت. أنا لليوم على سبيل المثال هلأ عم بشتغل مسرحية، أنا عم بعمل دور ابن عباد اللي عامله الراحل خالد تاجة، واللي قدم دور خالد تاجة أيقوني بمسرحية الزير سالم. لكن اليوم بيطلع لك حدا بيقول لك باسم ياخر عمل دور كتير حلو، عمل الشخصية بمكانه. بيطلع لك واحد بيقول لك أنت مين لحتى تقارن نفسك بخالد تاجة ولا تطلع شيء ده. أنا ما بيعني لي هذا الرأي، لأنه أنا اليوم بفند الفكرة بشكل منطقي وموضوعي. بقول أنا عم بشتغل شخصية مسرحية صحيح. بالأداء التلفزيوني أنت ممكن تكون عم تعك 7 مرات، بيقولوا وقف ستوب وكمل كات، ترجع بتعيد، أو أنت كمل. عندك إمكانية أنك تصحح كذا مرة. صحيح. بيعطوك وقتك لتستجمع الحالة وتطلع فيها. صحيح. هون ما عندك وقتك، غير منطقي. أنت هون عندك 1 شوت، بتطلع من أول المشهد مع معلقاته الشعرية لآخر لحظة فيه. بتصاعدك أنت الدرامي بدك تكون غلطة واحدة كسرت لك تركيزك، وقفت، ما بقى عم تحكي، يعني بتوقف تماما، بتعمل شت داون قدام آلاف المتفرجين. أداء التلفزيوني شيء مختلف. أداء التلفزيوني بينبنى جملة جملة، كلمتين كلمتين، معك مدقق لغوي، معك كذا، مخرج عم يقول لك لا ستوب، بناخدها من هالزاوية، هي غير هي. الشيء الثاني ما مطلوب إذا يعني أنا ما بشوف إنه شرط إذا اليوم حدا عمل دور عظيم وأيقوني نحن نلغيه نتوقف عنده. روح قلبنا، نحن شعوب بتحب تأله أي شيء. زعيم كلياتنا
منقله أي شيء، أداء معين، حدا مثلا عمل شيء رائع حبيناه زقفنا له، خلص ما بقى بيتكرر، لا بيتكرر وبنعمل شيء مهم، وممكن نعمل بعدين لاحقا شيء أهم وأفضل. هيك منكون نحن عم نعمل شيء خلاق. أما أو منوقف عند حدود معينة ما بقى منمشي، وهذا خطأ كبير. يعني استشهدت بمثال إنه أنتوني كوين عمل دور حمزة، يعني لازم ما حدا يعمل هذا الدور من بعده مثلا. كل إنسان له رؤيته في إنه يجسد شخصية، كل ممثل له حله، له خصوصية إنه يعمل شيء ما. فأنا مثلا هي استشهدت بهذه الحادثة وبهذا الشيء، لأقول لك إني أنا ما بوقف عند هذا الشيء، بوقف عند الشيء الإيجابي وبقول أوكي. بس لما باخذ ملاحظة نقدية حقيقية وعميقة في صلب الأداء، إنه لو ما عملت هيك سويت هيك كان أفضل، بفكر فيها. يعني بقدر لخص أنك تصغي لما هو قيم أولا ولما هو مفيد وهو بيطور التجربة. تماما.